سميد تركي وهش بعجينة الباف باستري. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. أول شي بيحتاج لعجينة الباف باستري، أنا هي بشتريها من ماركة البيم. وبحتاج لسمسم محمص، وهون عندي دبس، وخففته بشوية مي، حركتهم هيك مع بعض بهذا الشكل. وأنا رح أحشي السميد بجبنة أشقوان، هذا الشي اختياري، فيكن تحشوه وفيكن لا، اتنين طيبين. وبعدها هيك فردت العجينة بإيدي متل ما شفتوا، خليتها تكبر شوي وحشيتها وسكرتها بهاي الطريقة. لازم تسكروها كتير منيح لحتى بالفرن ما تطلع الحشوة لبرا. وبعدها هيك برمتها بإيدي بهذا الشكل وسكرت الطرفين على بعض. وبعدها رح أغطسها بهذا الخليط اللي عملته تبع الدبس والمي، بيعطيه حلاوة للعجينة. وبعدها هيك غطستهم بالسمسم المحمص، وبتحطوهم على ورقة زبدة بصينية فرن. ورح نكمل الباقي بنفس الطريقة. حشيتهم بالجبنة وسكرتهم كتير منيح، كتير طيبة جنب كاسة الشاي، جربوها. وهيك عم ببرمها وسكرتها من الطرفين وغطستها بالدبس وبعدها بالسمسم. وهيك كلّن جهّزتن على ورقة الزبدة. رح دخّلن على فرن محمّى مسبقًا على أعلى درجة حرارة، وحطيت الصينية بالنُّص. أخدوا تقريبًا وقت ربع ساعة بس. وهيك كانت النتيجة، منظر بجنن وريحة بتشهي القلب. لو حبيتوا الفيديو لا تنسوا تدعموه بلايك.